منذ أولى الحضارات على الأرض والبشر يفكرون في شكل المكان الذي يعيشون عليه. فمثلا تصورت الديانة الهندوسية أن العالم محمول على ظهر الفيلة التي تحملها سلحفاة ضخمة، وعلى هذا المنوال واصلت حضارات كبرى لها شأنها وصولا إلى الإغريق الذين أعطى بعض فلاسفتها وفلكييها شكلا مقربا للأرض، ومن خلاله تم اعتماد الكروية كمنهج للدراسة العلمية رغم معارضة المتدينين بعد ذلك، لتعارض هذا الرأي مع بعض النصوص الدينية في الكتب السماوية التي حتما حينما كانت تصف السطحية للأرض لم تكن تعني كامل المساحة بل أجزاء منها، وفقا لمفسرين آخرين يهمهم ألا يزج النص الديني في غياهب التفسيرات غير الدقيقة. في السنوات الأخيرة عادت إلى الواجهة نظرية الأرض المسطحة التي عفى عليها الزمن وعادت أقوى مما كانت عليه، وانتشارها بالشكل الذي رأيناه إلى يومنا هذا يدفعنا إلى تساؤلات عدة مشروعة وعقلانية. هل نحن فعلا كنا نعيش في خدعة العلوم والتقدم، أم أن السطحية في التفكير تدعونا للتفكير بسطحية الأرض؟ احتراما للآراء من الطرفين سنقوم سوية بمعرفة السبب الحقيقي الذي جعل من الأرض المسطحة تلقى كل هذا الرواج في بلاد الغرب قبل بلادنا العربية والإسلامية، وكيف يتم التآمر الشيطاني في هذه القضية المحورية بالنسبة للعلوم ومفهوم الحياة. الأرض المسطحة هي مؤامرة خبيثة، ومما لا ريب فيه إن لناسا يد في ذلك، وهو ما سنتعرف عليه في هذا التقرير. أولا، لا بد من القول أن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء المسماة اختصارا بوكالة ناسا، وتدير أكبر أبحاث الفضاء وتكنولوجيا العلوم الفلكية والبيئية، هي كغيرها من المؤسسات الأمريكية لا تخلو غايات إنشائها من الدسائس والمؤامرات والسيطرة والنفوذ، فبمجرد فسح المجال لموضوع علمي خاطئ بالتنامي هو تواطؤ كبير. وقول الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في حينها أنه لا مجال لدى إدارته للتحدث مع أصحاب نظرية الأرض المسطحة يثبت التواطؤ في استفحال ظاهرة الأرض المسطحة. ولكن ما الغاية من ذلك؟ تريد منا ناسا ومن يقف وراءها ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. أولا، أن تصدق أن الأرض مسطحة، ومن ثم ربط الأمر بالعقائد الدينية، ومن ثم دحض الفكرة بالأدلة العلمية القاطعة التي لا تدع مجالا للشك. حينها سيستسلم أصحاب النظرية للواقع الملموس، فينقلب الناس على فكرتهم خائبين لتبدأ فيهم الشكوك بمعتقداتهم وبالدين نفسه والعياذ بالله. إذن الترويج للأرض المسطحة وربطها بالعقيدة الدينية ليس اعتباطا، ويراد منه ربط الدين بالخرافة، فكما يقال العلم هو تساؤل دائم، أما الدين فيقين ثابت. العلم لا يعرف إلا الاستفهام، والدين لا يمنح إلا الإجابات. العلم فيه القلق، أما في الدين فيوجد الاطمئنان. العلم يشك والدين يقطع. العلم نهجه متغير وقابل للتصديق والتكذيب، ويصحح من ذاته دوما، وربطه بالدين يجعل الدين معرضا للتصديق والتكذيب هو الآخر، ويهدد العقائد الدينية الراسخة بتحويلها إلى مجرد قارب تمتطيه ناسا بمؤامراتها الخبيثة، ويتحول الدين إلى مجرد وجهة نظر على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، ورموز من السهل أن تتغير، ومع تغيره تتغير معتقدات المؤمنين ببساطة، ويستحوذ عليهم وسواس الشك، ويتم زعزعة إيمانهم ويقينهم.
الهدف الثاني، بعد أن تكتسب القضية كل تلك الشهرة، وبعد أن يثبت العالم خطأ أصحاب نظرية الأرض المسطحة، ستتحول ناسا إلى مؤسسة معصومة من الخطأ وملائكية، وسيكون علينا في المستقبل أن نصدقها من دون جدال، ولأنها ستقول لنا لا تكونوا كأصحاب الأرض المسطحة، ولا أحد حينها سيجرؤ على مخالفتها في الرأي خوفا من الفشل. فيبدأ الفصل الجديد في المؤامرة الذي يبدو فيه مكمن الخطورة، حيث أن التمهيد لتنزيه وكالة ناسا عن الخطأ يعني التمهيد لأحداث جسام غاية في الخطورة، كأن تخبرنا ناسا بما تريد، بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الخاتمة: لو أردت أن تعتقد أن الأرض مربعة الشكل كاعتقاد الصينيين القدماء فاعتقد بما تشاء، ولكن حذاري من الانسياق وراء ربط الأمر بالمعتقدات الدينية، لأن في ذلك تنفيذ لمخطط خطير لا يدركه الناس اليوم، ولكنهم سيقعون ضحيته في الغد. إن أعجبكم هذا الفيديو يرجى الاشتراك معنا في قناة شاهين أونلاين ليصلكم كل جديد ومفيد وممتع وحصري، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق إن طاب لكم. شكرا لكم.